اي بنت ناجحة او بيعجبنا طريقتها او بنحسها ان هي كده قدوة لينا او بنحب ان احنا نقلد حياتها، هنلاقيها بتعمل شوية حاجات، والحاجات دي هي بتساعدها ان هي تكون ناجحة. والنجاح بيختلف من شخص لشخص، فخلينا نقول انه بيساعدها تحقق اهدافها بشكل ايجابي، وبيساعدها كمان في البرودكتيفيتي بتاعها. تعالوا نعرف ايه هي الحاجات اللي البنت الناجحة هتكون بتعملها، فبليز كيب واتشينج. البنت الناجحة بتصحى قبل مسؤولياتها ومهامها والحاجات اللي وراها بوقت كافي، عشان تبدأ صباحها بشكل هادي ومن غير توتر، وتبقى بتجري ورا كل حاجة في الحياة. فبتبقى عندها الفرصة ان هي تجهز ليومها، تجهز لحياتها، بيبقى عندها كده slow morning. كمان البنت الناجحة بتمسك الورقة والقلم، وبتبدأ تشوف وراها ايه النهاردة، وتبدأ ترتب أولوياتها في اليوم، بحيث ان اليوم ما يكونش مليان حاجات محتاجة تعملها فما تعملش حاجة من كترها، ولا في نفس الوقت اليوم يبقى ماشي كده بقدرة قادر. لا، هي بتقعد وبترتب أولوياتها. ولو حاسة ان انتي ما عندكيش تو دو ليست يوميا وتعرفي ازاي تعملي حاجات يوميا وتبقي واضحة وتبقي عارفة أولوياتك ايه في اليوم، تقدري تسمعي البودكاست اللي قبل دي، هتلاقي فيها كل حاجة عن ازاي تبرين ستورم وازاي ترتبي حياتك. او تسجلي معايا في جلسة ترتيب الحياة من خلال الانستجرام اللي موجود في الديسكريبشن بوكس تحت. كمان البنت الناجحة بتسعى ان هي تتعلم مهارة جديدة، وبتديها وقت صغير من وقتها، بس بتسعى دايما ان هي تستثمر في عقلها، حتى لو حاجة مفيش منها ريورد معين او ريورد واضح، يعني لا هتفتح منها بزنس ولا هتاخد منها فلوس، ولكن هي بتسعى دايما ان هي تتعلم حاجات جديدة وتبقى منفتحة على العالم من جميع جوانبه. البنت الناجحة بتخصص وقت للخروج من البيت يوميا، يعني بتنزل تمشي 10 دقايق، بتمشي بتجري ايا كان اللي بتعمله، بس بتخرج من البيت لمدة 10 دقايق يوميا. ودي حاجة أنا بدأت أعملها بالفعل وبتفرق جدا نفسيا، إن أنا بدأت أخرج من البيت أمشي. ولو مش متاح تمشي، ممكن تشتركي في أي كلاس فتنس أو أي حاجة من الحاجات دي. البنت الناجحة بتعرف تخرج مع نفسها، ومش بتخاف تقعد لوحدها لأن اتصالها بنفسها عالي، لأن بتعرف تقعد وتتكلم مع نفسها وتفهم أفكارها وكمان تفهم مشاعرها. البنت الناجحة لو حاسة ان حياتها مش مظبوطة ومش مترتبة، هتيجي للايف كوتش زي كده وتسجل معاه وتبدأ تسعى في خطوات تنظيم حياتها وترتيب أولوياتها وأهدافها. البنت الناجحة عارفة ان النجاح مش كلمة واحدة عند كل الناس، ومش حاجة واحدة المفروض تتعمل، يعني مش لازم تكوني بتشتغلي عشان تبقي ناجحة، ولا لازم تكوني ربة منزل عشان تبقي ناجحة. النجاح معناه بيختلف من شخص لشخص، والبنت الناجحة عارفة ده كويس. البنت الناجحة قادرة تفهم معنى النجاح بالنسبة لها هي ايه، من غير ما تتأثر بالعالم الخارجي. اهتمامك بعيلتك نجاح، تربيتك لبنتك نجاح، حفاظك على وقت لنفسك كمان نجاح، وانك تعملي حاجة بس بتحبيها ده كمان نجاح. النجاح كلمة كبيرة جدا، حددي معنى النجاح بالنسبة لك، وافهمي انك ممكن تلاقي النجاح في حاجات قوي بسيطة يومية بتعمليها. فالنجاح مش كلمة كبيرة دايما لكل الناس، ولا معناها انك تعملي حاجات كبيرة وانجازات كبيرة بالنسبة للناس. احيانا كتير النجاح هو ان تعدي يومك في سلام. دي شوية حاجات بتعملها بنت ناجحة، او خلونا نقول productive. يا رب تكون ساعدتكم او الهمتكم. بحبكم قوي قوي قوي، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.